بيقول لي انا لما كنت بطلب منه مساعده ماليه، علي الحجار، ها، انتي ما خدتيش فلوس من جوزك ليه؟ هو انت لما امي طلقتك اديت لها فلوس؟ والله كتير علينا كتير علينا اللي احنا بنشوفه ده. في ايه يا ولاد؟ احنا نلاقيها منين ولا منين؟ من الولاد اللي مش لاقيه اهاليها واخداها كعب داير من هنا لهنا عشان يلاقوا اهاليهم، ولا من الولاد اللي عندهم اهاليهم ومشاهير الله اكبر بسم الله ما شاء الله، ومع ذلك عندهم مشاكل ومبهدلينهم على السوشيال ميديا؟ هنلاقوها من دول ولا من دول؟ ما احناش عارفين. عاملين ايه الاول يا ولاد؟ والله انكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. قبل ما نتكلم في قصة العيال النوتي دي، عايزين نتكلم في حاجة تانية النهاردة مهمة نازلة ترند وقلب الدنيا، لأن الناس كلها كانت متابعاها الفترة الأخيرة. قضية ريان، مذبحة كرموز. واللي ما يعرفش ايه هي مذبحة كرموز ولا مين ريان ولا عمل ايه، هقولها لكم في عجالة عشان تبقوا متابعين معايا القضية من أولها لآخرها. ريان ده طفل أو شاب عنده 20 سنة، هم مسمينه الطفل ولكن هو فعليا سنه 20 سنة. الطفل ده أو الشاب ده كان عايش مع مامته واخواته 5، والحياة زبادي في الخلاط، مفيش أي مشكلة، ولكن أبوهم طلق أمهم وسابهم وراح اتجوز واحدة تانية، ومن ساعتها ما بقاش عايز لا يصرف عليها ولا عليهم، وسابهم للدنيا. قال أنا خلاص كده ماليش دعوة بيهم. طبعا أشباه الرجال بقينا بنشوفهم في حياتنا، وبالذات في الجرائم اللي زي كده كتير جدا على السوشيال ميديا. كان اخرهم قصة بسنت الله يرحمها وطليقها اللي برضو رفض يصرف على عياله، وهي تخلصت من حياتها عشان ما كانتش لاقية ان هي تأكلهم. الام دي برضو نفس الوضع بتاعت كرموز في اسكندرية. الام دي جالها السرطان وما كانتش لاقية تأكل عيالها بعد ما ابوهم ما سابهم ومش عايز يصرف عليهم، وجالها السرطان ما بقتش لاقية حق العلاج، ما بقتش لاقية تأكلهم. فجت في يوم من الأيام طلبت من ابنها ريان أكبر إخواته اللي هو 20 سنة، طلبت منه إنه يخلص على إخواته وعليها هي كمان، وقالت له النهاردة يوم 27 ليلة القدر، فأنا نفسي أموت في اليوم ده، وإنت كده هتكون رحمتنا كلنا وهنروح مكان تاني أحسن بكتير هنتجمع فيه، لا هيبقى لا فيه لا مرض ولا ألم ولا جوع ولا أي حاجة خالص، أنا وإنت وإخواتك. خلص على اخواتك وخلص عليا انا كمان، وبعد كده خلص انت كمان، اخلص من حياتك. لو معرفتش تخلص من حياتك اطلع فوق العمارة ونط من السطوح، هتموت برضو وهتجنة وهنعيش كلنا مع بعض في الجنة، ومش هيبقى لا فيه لا جوع ولا مرض ولا كلام من ده. ده الكلام اللي اقنعت بيه الام ابنها عشان يخلص على اخواته ويخلص عليها ويخلص على نفسه. الولد بالفعل سمع كلامها وخلص على اخواته وخلص عليها، وجي يرمي نفسه من فوق من السطوح. الجيران مسكوه وبلغوا البوليس، ومع التحيات معاه قال الكلام ده، قال مامتي هي اللي طلبت مني الكلام ده، وحكى الموضوع كله 1 2 3. طلع لنا محامي ريان أستاذ أحمد حمد، طبعا معروف كان من قضية نيرة، قال إن هو هيجيب براءة للولد ده. احنا كلنا فتحنا بقنا، هتجيب له براءة ازاي؟ ازاي ده قاتل؟ قال لك لا، الولد ده اللي انا شفته طفل في منتهى البراءة، ده ما هوش شاب زي ما انتم متصورين، ولا هو قتال قتلة ولا كلام من ده. واجزم 99% ان الولد ده بيعاني من مرض نفسي، لذلك ارتكب الواقعة دي وهو مش في وعي. وبالفعل طلب من المحكمة تحويل الولد للطب النفسي عشان يكشفوا عليه ونعرف الدنيا معاه ماشية ازاي. اتحول الولد للمصحة النفسية في العباسية، مستشفى العباسية، وطلع التقرير بالفعل ان الولد ده بيعاني من انفصام حاد في الشخصية. خلي بالكم من مرض الانفصام ده واضطراب نفسي، واخدين لي بالكم انتوا ركزوا قوي في الاعراض النفسية، انفصام حاد واضطراب نفسي، لذلك هو ما كانش في وعيه ساعة ارتكاب الجريمة وغير مسؤول عن أفعاله. ده التقرير الطبي اللي طلع من مستشفى العباسية، وبالفعل ده كده خلاص يعني كتب كلمة النهاية زي ما المحامي بتاعه ما قال، ان خلاص هو مش مسؤول عن أفعاله، لذلك هيتم إيداعه في مستشفى العباسية للأمراض النفسية لعلاجه،
وشكرا على كده والقضية خلصت والولد ما أخدش إعدام. تقرير مستشفى العباسية ورد وأكد أن ريان مريض نفسي وغير مسؤول عن الأفعال الإجرامية. إجراءات التقاضي وبعدين يتم إيداع ريان في مستشفى العباسية لتلقي العلاج النفسي. بيقول الولد ده في حاجة ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى، لأن كل الناس كانت بتدافع عنه. الناس في المعتاد بتهاجم القاتل، بتطالب بإعدامه. الولد ده الوحيد اللي كل الدول العربية بتتابع القضية بتاعته ومتعاطفين معاه، ووكلوا له بدل المحامي كذا محامي، وكانوا بيبعتوا له فلوس، وكانوا بيبعتوا له أكل، وبيبعتوا له زيارات. فيعني الناس كلها تعاطفت معاه. فبيقول ان ده دليل على رضا ربنا سبحانه وتعالى عليه، لانه طفل ولانه مش في وعيه وان هو عنده المرض النفسي ده. من الناحية القانونية يا جماعة هو طلع خلاص كده، الموضوع خلص، مش هياخد اعدام، وكده هو هيفضل فعلا في المستشفى يتلقى العلاج النفسي الى ما لا نهاية. قضيته خلصت قانونيا، ولكن العلم عند ربنا بقى سبحانه وتعالى اذا كان فعلا هو ما كانش في وعيه ولا لا. ده بقى يعني قاضي السماء هو اللي هينظر في القضية دي يوم الموقف العظيم. ملناش اي تعليق خالص على الموضوع ده غير ان ربنا يرحمنا من اللي احنا بقينا بنشوفه. ده قصة ريان. نيجي بقى على القصص التانية بتاعت الولاد النوتي اللي انا لسه متكلمة عنهم في اول الفيديو. اول حاجة معانا كان موضوع اسلام، اللي احنا لسه الفيديو اللي فات ما رحناش في حته. الفيديو اللي فات كنا قاعدين نهلل ونسقف ونطبل وناقص نجيب رقصات في الفيديو. كنا فرحانين بايه يا ولاد؟ كنا فرحانين بان اسلام اخيرا بعد 45 سنه، مش خدمه في ثانوي، لا 45 سنه بيدور على اهله لما اتخطف من عزيزه من مستشفى الشاطبي من 45 سنه. اخيرا لقى اهله وطلع في لايف تيك توك واحتفل مع اهله اللي هي الاسره الليبيه، وقال خلاص اخيرا لقيت اهلي والحمد لله. والدنيا كانت زبادي في الخلاط، والناس نازله عليه بالهدايا في اللايف. بصوا كانت يعني احتفال السنين، السوشيال ميديا كلها كانت مبسوطه عشانه وكانوا فرحانين. ولكن للاسف الفرحه ما كملتش. جه استاذ رامي الجبالي صاحب صفحه اطفال مفقوده على الفيسبوك، كتب بوست طويل عريض كده صدمنا كلنا، خلانا مبلمين. قال لإسلام، قال له ان النتيجة سلبية، ان هو تواصل بالمعمل اللي طلع النتيجة في ألمانيا وقال ان النتيجة سلبية، ان دول مش اهلك، وهم حاولوا يتواصلوا بيك اكتر من مرة وانت ما بتردش، وانا حاولت اتواصل بيك اكتر من مرة وانت ما بتردش. ده ملوش غير معنى واحد، وانك تعمل الكلام ده على لايفات على التيك توك وتطلع تعلن انهم اهلك وتحتفل، ده عشان تلم الهدايا والاسود والورود ومش عارف ايه وتعمل ترند وشكرا على كده. ولكن خلي بالك ان احنا مش هنشارك في الجريمة دي حتى لو بالصمت، هنقول الحقيقة للناس، لان كده الناس هتعتبر مجهوداتنا اللي احنا عملناها طول السنين اللي فاتت كلها اكاذيب لو حد اكتشف الكذبة بتاعتك. فتحري للمصداقية، احنا تواصلنا مع المعمل وقال ان النتيجة سلبية وانهم مش اهلك. ان انت تعمل كده عن عمد وانت عارف ان هم مش اهلك، ده معناه تزوير في اوراق رسمية واختلاط انساب، وهيعرضك للمساءلة القانونية وهتشرب في السجن. ده الكلام اللي قاله استاذ رامي الجبالي، والناس كلها دخلت هجمته وقالت له ليه كده؟ حرام عليك، ليه بتكسر فرحته؟ انت اكيد بتألف الكلام ده، اكيد مش حقيقي. رغم ان هو نشر التحاليل على صفحته الرسمية وقال فعلا التحاليل سلبية ونتيجتها اهي، وتحداه انه يطلع عكس النتائج دي اللي طالعة من المعمل اللي هو قال انها ايجابية وانهم اهله. كله هنا كان قاعد مبلم وقاعد منتظر رد اسلام. طلع اسلام في لايف على التيك توك تاني، قلنا يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب استر من المهالك. هيقول ايه اسلام؟ لقيناه بيعيط وبيعتذر للناس وبيقول ما طلعوش اهلي. ها يا عم الحاج، ايه ده؟ ولايف الاحتفال. طب الهدايا اللي اتاخدت، طب رجع الهدايا حتى. قالك ما طلعوش اهلي. انا بعتذر، انا يا جماعه قريت التحليل غلط، نتائج التحليل بتاعت الدي ان ايه قريتها غلط. ازاي يا عم الحاج؟ اصلها كانت بالانجليزي
وانا تعليمي عربي ما بعرفش اقرا انجليزي، لذلك افتكرت ان التحاليل ايجابيه وكنت فرحان جدا، ولكن للاسف ما طلعوش اهلي. وانا وعدكم ان مش هيبقى فيه اسلام بعد كده. اسلام الضايع ده اعتبروه ان هو مات، ومش هعيد التحاليل تاني، خلاص قفلت معايا. وبعتذر لكل فرد من افراد القبيله الليبيه اللي انا كان نفسي ابقى منهم، وطلع اخوه معاه، او اللي هو كان فاكره اخوه بقى، جست معاه وقال له انا كان نفسي ابقى من ضمنيكم وانا اسف وبعتذر لكم. والتاني قال له لا ولا يهمك، احنا كنا بندور على ابننا وانت بالفعل ابننا، واحنا حاسين ناحيتك بشعور يعني الاهل، وما تعتذرش انت ما عملتش حاجة غلط والكلام ده كله. طبعا في محاولة منهم في الانفاء ان هو كذب، او ان هم بالاخص اشتركوا معاه في الكذبة، فدي مصيبة. لو هو كذب عليهم وقال لهم ان النتيجة ايجابية وان هو ابنهم، فهم كده ما كانوش يعرفوا، او انهم مشاركين معاه في الكذبة عشان كلهم يطلعوا ترند، ودي مصيبة اكبر. عايد تحاليل ومش مدور على اهل تاني. خدها مني كلمه بقى، انا مش هدور على نفسي حتى. خلاص هو بقى الحمد لله، وزي ما قلت لكم يعتبروا ان الاسلام الضايع ده مات. هنا بقى نفكر لمدة ثانيتين كده، هل الأهل اللي قاعدين طول السنين دي كلها 45 سنة هم كمان يدوروا على ابنهم، لما حد يجي لهم ويقول لهم أنا ابنكم اللي انتوا بتدوروا عليه وعملت التحليل بتاع DNA، تعالوا نعمل التحاليل ونشوف هتطلع إيجابية ولا لأ، وأخدهم وعمل التحاليل وقال لهم طلعت إيجابية، هل العيلة دي ما بصتش في التحاليل هم كمان؟ يعني هم اخدوا كلامه وصدق بيه، ايوه انت ابننا، انت قلت ان انت ابننا، التحاليل ايجابيه تعال، وخلاص على كده؟ يعني هم كمان ما دوروش ورا التحاليل دي؟ اظن لو عيل صغير بيسمع الكلام ده مش هيصدق الكلام ده، يعني محدش يقتنع بيه. وهو ما وداش التحاليل لاي دكتور يساله لو هو مش فاهم انجليزي زي ما هو ما بيقول، وترجم على جوجل غلط، ما اعرفش ازاي ترجم على جوجل غلط يعني ما وداش حتى التحاليل لدكتور يتأكد وطلع يحتفل والكلام ده كله. الموضوع كله يا جماعة كان لعب بعواطف ومشاعر الناس، كان ترند. ونتمنى من المسؤولين فعلا محاسبة إسلام، لأن هيطلع لنا مليون إسلام فيما بعد، كله هيعمل ترندات في نفس الموضوع، وهيبقى فعلا الموضوع داخل فيه اختلاط أنساب واحتمال تزوير أوراق رسمية والكلام ده. فللحد من الكلام ده لازم معاقبة إسلام. وده اللي طلعت كمان منى عراقي وأكدته، قالت له أنا استغربت إن أنت طالع تحتفل في لايف على التيك توك، اشمعنى يعني؟ عشان الأسود والورود والهدايا اللي بتيجي عليه؟ أنت عملت معايا الموضوع ده كم مرة؟ تقول لي دول أهلي وأنا أجري معاك ونعمل التحاليل وفي الآخر يطلع كذب وأنت تاخد الترند. طلع هو رد عليها بيقول لها انت اللي بتجري بالقضية بتاعتي، ولو انت تعرفي اهلي قولهم لي وديني ليهم وبطلي تجري بيا. المنى عراقي اللي هي اساسا عرفته للناس وعرفت قضيته للناس وكانت متعاطفة معاه وبتجري يمين وشمال، طلع المشكلة فيها هي. عشان تعرفوا يا جماعة ان اللي بيساعد حد هو اللي بياكل الجبنة في الاخر هو اللي بيبقى سبب مشكلة الحد ده، انتم متخيلين؟ فلغاية هنا وقفت قصة إسلام، بس احنا منتظرين تحقيقات بقى الحكومة. يا ريت الحكومة ما تسكتش على الموضوع ده، لأن زي ما بقول لكم هيطلع مليون إسلام بعد كده. وريهام عبد الغفور ما ركزتش بقى المرة دي وما علقتش، مع ان المرة اللي فاتت قالت أخيرا المسلسل وصل رسالته. لا طلع يوصل ولا طلع بتنجان، هو طلع ترند ولم المشاهدات والريتش والهدايا وشكرا على كده. دي كانت قصة إسلام اللي ما تخشش عقل عيل صغير، على الرغم من إن بقاله 45 سنة وهو اتجوز وخلف وخلاص. يعني المفترض إن هو بقى يعيش مع مراته وولاده والكلام ده، لأن حتى لو أبوه وأمه موجودين فيعني مش هيعمل بيهم حاجة خلاص. يعني أنت بقيت راجل كبير مسؤول عن مراتك وولادك، خلاص الموضوع خلص. ولكن يمكن بيدور عشان خاطر موضوع الأوراق وعشان خاطر ولاده كمان ونسبهم والكلام ده. ولكن
انا من على كنبتي هذه بوجه ليه رسالة، لو الفيديو ده عدى عليه عيش حياتك مع ولادك ومراتك، وكفاية لحد كده ترندات السوشيال ميديا، لان انت ممكن تروح في داهية ما ترجعش منها. وقف لغاية كده وعيش بقى مع مراتك وولادك، ولو فعلا في نية البحث عن اهلك ابحث عنهم بعيد عن لايفات التيك توك. ده كان موضوع اسلام. ندخل بقى في القصة التانية اللي مشعللة السوشيال ميديا على مدار يومين لغاية دلوقتي ما سكتتش. طلعت لنا يا جماعة بعد قصة مروة بنت الرئيس مبارك، طلعت لنا واحدة تانية فاجئتنا كلنا، اسمها بوسينة علي الحجار بنت الفنان علي الحجار. وهنا كانت المفاجأة، طلعت بأول فيديو ليها بشكل غريب كده، وقالت ان هي مش لاقية تاكل، وان علي الحجار ما بيصرفش عليها وما بيعرفش عنها حاجة، وانها بقالها كذا يوم عايشة على البقسماط هي والقطط بتاعتها، مش لاقية تأكل القطط يا جماعة. ودي حالة إنسانية أنا شخصيا تعاطفت معاها. مش مهم هي ما تلاقيش تاكل، لكن القطط ما تلاقيش تأكلها دي مصيبة. ما علينا يا جماعة. قالت لكم ان هي عايشة بقالها كذا يوم على البقسماط، وان هو ما بيصرفش عليها، وبترجو من المتابعين بتوعها انهم يخشوا يشتموا ابوها الفنان الكبير علي الحجار. ما اكلتش غير بقسماط من امبارح انا والقطط، مش انا ابويا علي الحجار. ممكن يا جماعه كلنا نخش نشتمه على الاكونت بتاعه، بليز بليز. اللي يقدر يعمل كده عنده بوت اكونت او حاجه خشوا اشتموا فيه. الفيديو ده لما نزل قلب الدنيا، ما قعدتش، والناس دخلت تهاجمتها، قالوا لها انت شكلك مدمن، انت شكلك مش طبيعي، واضح ان هو كان بيصرف عليكي، بدليل ان اغلبيه كلامك انجليش واللهجه الامريكان واضحه فيه. معنى كده انه صرف على تعليمك، معنى كده انه رباكي كويس، لكن انت اللي منحرفه، انت اللي طالعه تشوهي صوره الراجل العظيم ده يعني ده اغلى، يعني اكتر اغنيه مشهوره عنده صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين، الراجل متدين وانت بتشوهي صورته. ده الكلام اللي الناس كلها هجمتها بيه. طلعت بعد كده فيديو تاني توضح الموضوع، وقالت ان هي ما كانتش عارفه ان الفيديو هينتشر بالمنظر ده وهيسبب ضجه كبيره كده. هي كان الفيديو بترغي فيه مع اصحابها، الفيديو كان برايفت وبترغي فيه مع اصحابها، بتفضفض لهم في اللي جواها، يعني ما كانتش عارفه انه هينزل ترند والدنيا هتقوم مش هتقعد كده. تقولوا شكلها مدمنه ومش عارفه ايه، بطلوا افترا يا جماعه يعني. وبعدين لو انا شكلي مدمنه طب ما تساعدوا اللي بيقولوا خشي اشتغلي وكده. طب ما انا الفتره دلوقتي مش لاقيه شغل، مع صحابي قاعده بتكلم في الاوضه بتاعتي. ده فيديو كان برايفت اصلا. قلبي حاسس ان الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان الفيديو الاكونت بتاعها على العام، والفيديو كان على العام، ما كانش برايفت ولا حاجه. وهي بنفسها جوه الفيديو كان بتطلب من المتابعين يخشوا يشتموا ابوها، فهي عارفه كويس جدا ان الناس كلها هتشوف الفيديو ده وانهم هيخشوا يشتموا ابوها، ويا ريتها اكتفت بالفيديو ده وسكتت. دي كملت سلسله فيديوهات، ومن ضمنها فيديو بتتكلم فيه بتقول ان هي لما كانت بتطلب منه، من الفنان الكبير، مساعده ماليه، كان بيقول لها ما بتاخديش ليه من جوزك اولى ان هو يصرف عليكي. قالت ان اهل جوزها، اهل الواد اللي هي اتجوزته، هي قالت كده باللفظ، اهل الواد اللي هي اتجوزته كانوا بيصرفوا عليهم كتير جدا، ودي كانت حاجه مزعلاها، لكن كانت عايزه ابوها هي اللي يصرف عليهم. سبحانك يا رب، مش عارفه انهي منطق ده. فقالت له امي لما طلقتك انت كنت بتصرف عليها؟ اخويا لما انت جوزته كنت انت بتصرف عليه؟ يعني قال لها اهل الزوج هم اللي بيصرفوا اهل الراجل. قالت لا، هو اللي كان ملزوم يصرف عليا. فاحنا كلنا متنحين بصراحه من الفيديوهات دي ومن التصريحات العجيبه دي. كلنا بقى كنا قاعدين مستنيين رد امها ورد الفنان علي الحجار. اهل الواد اللي انا اتجوزته كانوا بيصرفوا عليا كتير، فانا ما كنتش مبسوطه بالموضوع ده، ما بحبش كده. فقلت له لا، احنا المفروض ندفع برضه، عيب. قال لا، ما اهل الراجل هم اللي بيدفعوا. قلت له هو انت عملت كده لاخويا لما اتجوز؟ صرفت انت عليه؟ ردت والدتها قالت ما اسمحش لحد يخوض في سمعة بنتي ولا في شرفها ولا يبوظ علاقتها بابوها. والفيديو اللي منشور ده كده اتسرق، وان الفيديو كان برايفت مع اصحابها، فاللي هيسرقه هينشره هيعرض نفسه للمسؤولية القانونية. دي والدتها. اما والدها الفنان علي الحجار قال انا ماليش في فضايح السوشيال ميديا، وكفاية ان الناس بترد مكاني. بصراحة الناس كلها واخدة حقه تالت ومتلت. انتوا متخيلين ان البنت دي
مفيش حد تعاطف معاها؟ متخيلين ان كله بيتكلم عن شكلها، ان الادمان واضح على شكلها يا اما مرض نفسي، ومحدش متعاطف مع اللي هي بتقوله خالص. ده بالعكس، دي واخده حمله تريقه وتهزيء على السوشيال ميديا كلها. طلعت هي بنفسها بعد كده قالت انتوا بتحكموا عليا منين ان انا مدمنه؟ انتوا ما تعرفوش حالتي الصحيه شكلها عامل ازاي، واللي بيقول لي دوري على شغل، ما انا بالفعل بدور على شغل ومش ساكته ومانيش لاقيه، واللي حابب يساعدني ويعني يلاقي لي شغل يا ريت. انا بقدر امثل، بقدر اكتب، بقدر اغني، بعمل كذا حاجه، بس حد يلاقي لي شغل انا مش معترضه. اما لو ما انتش ناوي تساعدني ومش عايز تساعدني فمن الاحسن ان انت تسكت. بلاش ترموا الناس بالباطل وانتوا ما تعرفوش عني حاجه، وكذلك ابويا نفسه ما يعرفش عني حاجه. ده برضو كلام بثينة علي الحجار اللي هي قالته للناس اللي بيهاجموها. بقول لكم حملة هجوم رهيبة عليها، لان محدش عارف يصدق او يعقل الكلام اللي هي بتقوله. يعني من الاولى فعلا ان انت تشتغلي بدل ما قاعدة بتشهري بوالدك، وواضح ان هو مش مقصر معاكي بدليل تعليمك، وبدليل انه جوزك برضه، لكن واضح ان الجوازة برضه فاشلة. ودليل تاني ان هو ليه بنت من مشيرة اسماعيل، الفنانة مشيرة اسماعيل، اسمها مشيرة، والبنت ما فيش مشاكل بينها وبين ابوها خالص، والدنيا كويسة. يبقى المشكلة في مين يا جماعة؟ يبقى المشكلة في البنت مش في الاب. فلغاية هنا يعني احنا مستنيين نشوف اخرة فضايح بثينة علي الحجار هتوصل لفين، واخرة الفيديوهات اللي عمالة تنشرها عن والدها دي اخرتها هتقف لفين. ده لدرجة ان هي طالعة بتطلب 700,000 جنيه كمساعدة عشان تروح تكمل دراستها في ألمانيا. يعني انا اعرف اللي يطلب مساعدة عشان ياكل عشان يشرب، دي عايزة 700,000 جنيه عشان تروح تكمل دراستها. يعني ربنا يشفيها ويعافيها لو كانت مريضة، اما لو كانت مدمنة فمن واجب والدها هنا ان هو يحطها في مصحة نفسية للعلاج برضو، لان اللي بيحصل ده تشهير، ممكن في ناس تصدقها وفي ناس لأ، بس من الاحسن ان هو يعالجها لان ده واجبه برضو كأب. اكتبوا لي رأيكم يا جماعة في قصة اسلام وقصة بثينة علي الحجار، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.